بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده ان شاء الله. باذن الله روتين جديد ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. انا بعمل استعداداتي للتنظيفات العميقه. هقول لكم انا بعمل ايه، بس في الاول كده طبعا حابه ارحب بالمشتركات الجداد. شرفتوني ونورتوني واسعدتوني، ربنا يسعدكم. ولو اول مره تتفرجي عليا كده اتمنى انت كمان تنوريني وتشرفيني زي اخواتي الامارات اللي بيدخلوا وبيقولوا لي احنا ارتحنا لك جدا وان هم بيحبوا القناه الحمد لله يعني. اتمنى كده تدوس على كلمه اشتراك وتشرفيني وتنوريني. وكمان في الاول انا حابه اقول بقى كومنت حلو كده جالي عشان هي طلبت مني ان انا اقول اسمها، فانا طبعا طلباتكم اوامر دي طبعا على راسي من فوق. فلازم اقول اسمها زي ما هي ما طلبت. هي اسمها ام يحيى. وكاتبه لي كومنت جميل جدا جدا. حبيبه قلبي يا ام يحيى، تسلمي، ربنا يخليكي ويسعدك ويبارك فيكي يا رب. انت يا حبيبه قلبي ام يحيى، انت كاتبه لي كلام كبير جدا جدا يعني بجد كتير عليا الكلام اللي انت كاتباه، ربنا يخليكي. هي بتقول ان هي ساعه ما شافت الفيديو حست براحه كبيره جدا جدا. الحمد لله يعني. كاتبالي بتقولي انتي شفافة وصوتك رقيق وصوتك مريح جدا. هي بتحلف ان هي ساعة ما شافت يعني الفيديو كده ان هي اطمنت وارتاحت بمجرد ما شافت الفيديو، ان هي حست بالراحة. انا بشكرك جدا جدا، ربنا يريح قلبك يا رب. وبتقولي بشكر والدتك اللي ربتك على الهدوء والنقاء والجمال. حبيبتي ربنا يخليكي. انت بتقولي انت دخلتي قلبي، انت كمان دخلتي قلبي يا ام يحيى. ربنا يديم حبنا في بعض كده في الله ان شاء الله باذن الله يا رب كده. وبجد بشكركم جدا جدا على كلامكم الجميل ده. باحمد ربنا جدًا إن يعني الحمد لله بجد حتّة الطيبة اللي فيّا وإن أنا شفّافة الحمد لله. الحمد لله إن الحتّة دي ظاهرة لكم وإن أنتم حاسّينها برغم إن أنتم ما اتعاملتوش معايا كده وجهًا لوجه، أو يعني ما اتعاملتوش معايا. يا دوبك بس أنتم مثلًا بتشوفوني من خلال التصوير والفيديوهات وكده، بس الحمد لله باحمد ربنا فعلًا. الإنسان طالما هو من جوّاه صادق وطبيعته كده، فالحمد لله ربنا بيظهر الحتّة دي. باحمد ربنا جدًا جدًا يعني الحمد لله. هادخل بقى في الروتين شوية كده. أنا هنا باعمل إيه، أنا باجهّز للتنضيفات العميقة. يعني إيه باجهّز للتنضيفات العميقة؟ زي ما شُفتم كده أنا شِلت الستاير غسلتها من من حوالي أسبوع تقريبًا. النهارده بقى أنا حبيت أشيل فرش الرُكنة. زي ما أنتم شُفتم كده أنا شيلته، هاغسله على بقى إيه ما أختي وحبيبتي اللي بتيجي تساعدني يعني تيجي وكده، فهاجهّزه يبقى نضيف برضه. وحطيت كده دوّة الغيار التاني ده طبعًا. اللي ما يعرفش ده كان مفرش سُفرة عندي وأنا كنت قصّيته كده، عاملاه غيار. بس كنت باحطه الأول على الرُكنة يعني قبل ما أشتري الcover ده. أول ما جيت لقيت هي طبعًا لونها فاتح وأنتم شايفين هي بتتلحوز من غير حاجة. يعني هي الحاجات اللي عليها دي عايزة أقول لكم يعني إحنا ولا يعني مثلًا ما بتبقاش إيدينا مش نضيفة بنحطها عليها ولا أي حاجة، بس هي سبحان الله يعني. المهم أنا حطيت بقى الغيار التاني ده. طبعًا عشان خدت التاني غسلته. وهاحط ده كده مؤقتًا لحد ما ننضف بقى خلاص يعني إن شاء الله بإذن الله بقى. المفروض إن هي هتيجي لي كمان كام يوم يعني على الأسبوع الجاي. فقُلت هافرش بقى ده كان مفرش سفرة باقول لكم عندي، هو كان ستان وقصّيته كده للرُكنة. فهابدأ أضبّط الدنيا كده. الحاجات اللي هي بقى محتاجة غسيل مش عارفة إيه الحاجات دي هابدأ إن أنا أضبّطها قبل ما هي ما تيجي. طبعًا السجاد بصراحة أنا مش هاغسله. أنا هاخلّيه بإذن الله يا رب لو كان لينا عُمر كده لينا جميعًا على رمضان. اللهم بلغنا رمضان على خير يا رب جميعًا، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. فهاخلّيه على رمضان وغسيل الستاير كمان بتاعة الreception. فالحاجات دي بقى هي فرش الرُكنة ده اللي خدته كده غسلته، رجّعت بقى كل حاجة كده تمام، ولمّعت الدنيا، رجّعت بقى الcushions كده زي ما كانوا. طبعًا هُم نضاف يعني برضه مش هاغسلهم زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا بقى كانت أول مرّة أغسل فرش الرُكنة وكنت خايفة وقلقانة إن الشراشيب بتاعته كده تطلع مثلًا مفكوكة أو مكلكعة في بعضها يبقى شكلها مش حلو. بس الحمد لله يعني هي طلعت تمام والحمد لله. لمّعت بقى وخدت هنا المفرش اللي هنا ده كمان بقى غسلته كده.
بُص بقى كان في حد سألني على الدوناتس دوّة بيقول لي بكام، بكام، هو أنا شُفته كتير أوي ومش فاكرة بصراحة سعره بكام عشان ما أقولش حاجة تكون فوق أوي أو تحت أوي. المهم هو أنا أصلًا يعني صراحةً كده ما كنتش شارياه، أنا كنت جايباه إزاي، أنا كان في برنامج كده اسمه big scrappers. هو طبعًا بياخد الحاجات القديمة اللي عندِك المستخدمة، أي حاجة بقى، أي أجهزة كهربائية، أي أوراق، أي حاجة، ألعاب، أي حاجات بلاستيك، بياخدها وبيدّيكِ يا إما مثلًا النُص فلوس والنُص حاجات من عنده، يعني عامل زي نون كده، عنده بقى كل المنتجات، يعني حاجات برضه أدوات منزلية وحاجات للبيت وديكورات ومش عارفة إيه. فده اللي كان حصل، يعني أنا كنت برضه عندي شوية حاجات كده وجِبت الدوناتس ده ساعتها جِبته من عندهم صراحة، طلبته من عندهم يعني. فطبعًا حبيت أكون صريحة وأقول لكم أنا جايباه إزاي، بس هو من أول ما نقلت يعني بصراحة. ولمّعت بقى المكتبة زي ما أنتم شايفين كده، ورجّعت كده كل حاجة مكانها، طبعًا كانت تلميعات سريعة يعني، أنا مش هاعمل تنضيفات عميقة النهارده ولا حاجة. أنا هنا بقى قُلت آخُد الورد كده، حسيته عايز يتغسل اللي هو الأبيض دوّة، وحطيت له بقى شوية مَيّة وكلوريل كده وشوية مسحوق عادي. وهاحط أغسله كده عشان حسيت إن هو مطرّب وعايز يتغسل. غسلته بقى وحطيته كده ينشف شوية وهارجّعه على طول يعني، وده هنا اللي هو المفرش بتاع ترابيزة الرُكنة برضه كنت حاطاه عشان هافرشه على طول يعني. بعد كده بقى هادخل كده إيه، قُلت أكنس الreception كده بالمكنسة عادي، الحاجات اللي هي العادية بتاعتنا. ولكن طبعًا الدنيا تمام وزي الفل ولمّعت والدنيا بقت زي الفل زي ما أنتم شايفين كده. وهاحط الcover ده مؤقتًا كده طبعًا على ما التاني بقى يتغسل، وهاستنى بقى لمّا ننضّف تنضيفة حلوة كده للشقة كلّها وأقوم فارشاه. لو تشوفوني كده وأنا بافرش الcover دوّة كان في كده الأول حطيت cover أبيض كده تحت الستان ده، طبعًا ده برضه عندي من زمان أوي من أول ما اتجوزت يعني، كنت باحطه على الرُكنة. الرُكنة قماشها القديم كان منقوش، فكنت عاملة له ده cover أبيض كده سادة. طبعًا هو معايا لسه يعني بقى له 20 سَنة أهوّة. هو معايا عشان حطيته تحتيه علشان لو دوّة هيتزحلق عشان هو ستان يعني. فقُلت حتى يبقى برضه دوّة محطوط يحمي الرُكنة أكتر وأكتر ويمسك اللي هو الستان ده شوية. أنا حطيت بس بتاع الكنبة الكبيرة عشان يعني هي بيبقى عليها القعدة أكتر وكده يعني. بس وكده، كده هُم يومين 3، 4 أيام كده وهنشيل دوّة وهاحط التاني يعني. باقول لكم بقى الدنيا الحمد لله بقت زي الفل وأنا يعني أنتم عارفين قُلت لكم قبل كده إن أنا باحب أعمل كل حاجة جزء، جزء كده وباعمل براحتي واحدة، واحدة كده. بس أهم حاجة الدنيا تبقى زي الفل، بيوتنا تبقى نضيفة، حتى لو هنعمل واحدة، واحدة كده، كل يوم هنعمل حاجة بسيطة. بس الدنيا الحمد لله تبقى نضيفة معاكم دايمًا وباستمرار كده. إزاي يعني إزاي بيتِك هيبقى نضيف باستمرار طول ما أنتِ إيدِك فيه باستمرار في جزء، جزء، هتعملي جزء، جزء، صدقيني بيتِك هتلاقيه نضيف دايمًا باستمرار. برضه عملت كده الستاير يعني كانت ملمومة الأول نُص، بعد كده حطيتها عملتها كده بالstyle ده. عايزة أقول لكم والله العظيم أقل حاجة بتفرق في البيوت، أقل تغيير بتعمليه. يعني أنا برغم إن أنا شِلت مثلًا الcover التاني وحطيت ده، إيه ده حسيت لأ مع إنه مفرش سفرة وأنا اللي عاملاه cover ومش عارفة إيه وشِلت بس عشان التاني مثلًا بقى له فترة محطوط كل يوم عينيّا بتشوفه. ولمّا غيّرت هنا حسّيت بصراحة يعني بحاجة جديدة كده. حسّيت بحاجة حلوة. سبحان الله يعني من أقل حاجة بنعملها بتفرق معاكِ وبتفرق كده في نفسيتِك. خدت بقى الcover كده وأحطه في الغسالة أغسله، باقول لكم كنت قلقانة بصراحة يطلع فيه كلكعة أو حاجة، بس الحمد لله طلع كويس يعني.
زي ما شُفتم كده أنا بس كنت بارتّب التسريحة شوية، حسّيت إن الدرج كده مش منظّم شوية، حاولت إن أنا أنظّمه. واللي هو الحزام الsilver ده اللي هو الفضي، أنا كنت حاطاه كده في جراب ستان، باقول لكم يعني عشان الحاجات دي طبعًا بنستفيد بيها، باحب أعينه كده في جراب ستان يحافظ عليه. وغيّرت فرش السرير كده، حطيت فرش نضيف، عملت الأوضة يعني تلميع كومودينات وحاجات سريعة كده يعني، مش تنضيف عميق برضه ولا حاجة، عشان زي ما باقول لكم كده هي هتيجي لي كمان كام يوم، هيبقى في تنضيف عميق عندنا كمان كام يوم يعني بإذن الله، اللهم لا مقاطعة يعني. آآ بس، فلمّعتها كده تلميع سريع، وكمان عملتها اللي هي الموب دي، حطيت كده شوية زيت في الأرض وعملتها. يعني ما حبيتش أحط بقى مَيّة ولا حاجة، هي كده ما فيهاش بُقع ولا حاجة يعني، ممكن يكون تراب خفيف كده بس، عشان طبعًا لسه ما فيش سجاد ولا حاجة، فعملتها كده إيه، بالموب اللي هي بتلمّع بالزيت دي على طول كده. وخلاص كده بقى خلّصتها وقفّلت الستاير بتاعتها وقفّلتها، كمان ما حبيتش إن أنا أحط فيها مُعطِّر، بصراحة ريحة الزيت ده بتبقى ريحته قوية جدًا وجميلة جدًا، بصراحة ما بيبقاش محتاج يعني إن أنا أحط مُعطِّر بعديه. طفيت بقى النور كده وقفلت الشباك وخلاص إيه، كنت خلّصتها كده، وكنت الحمد لله خلّصت الشقة يعتبر الحمد لله يعني التنضيفات اللي ورايا عملتها. بعد كده بقى إيه، دخلت أجهّز فطار، كنت أنا وبنتي باوريكم البيض، بُصّوا البيض كنت عاملة بيض أومليت كده بالطماطم، عشان كنت مغطية عليه ومع الحرارة بينتفخ إزاي، كان شكله كده شكله غريب أوي. بس بقى جهّزت الفطار كده وقعدت فطرت أنا وبنتي، يا رب كده ربنا ينجّحها وينجّح كل الثانوية العامة يا رب، يا عيني بيتعبوا جامد. أنا عارفة إن أنا معايا هنا ناس في القناة برضه بناتهم في ثانوية عامة، فربنا يا رب ينجّحهم ويفرّحكم بيهم ويفرّحني بإذن الله ببنتي، باشكركم جدًا، جدًا والله العظيم على الدعوات اللي بتدعوها لي، يا رب لكم بالمثل وأضعاف، أضعاف وأكتر يا رب اللهم آمين، إن شاء الله بإذن الله. كنت بقى فطرت والحمد لله، وطبعًا حبيت آخد قهوة كده وآخد break أقعد أرتاح عشان أشوف ورايا إيه تاني بعد كده. أنا هنا بقى حبيت أرجّع الورد خلاص كان نشف يعني، مش هاسيبه بقى في البلكونة كتير علشان إيه ما ياخدش تراب تاني وكده يعني، فرجّعته مكانه خلاص كده. شوية مُعطِّر بقى كده إيه، يحسّسونا كده بالنضافة، يعني كانت تنضيفات بسيطة ولكن طبعًا بتفرق في شكل يعني في الشكل العام لبيتنا. أنا بعد كده بقى كنت جايبة شوية طلبات كده حبيت يعني أورّيهم لكم وفي نفس الوقت هارصّهم، يعني هي ما كانتش الطلبات الكاملة بتاعتي، أنا كنت بظروفها برّه وجِبت بقى الحاجات ديّة يعني، كان ناقصني حاجات تاني بس دي بقى الحاجات اللي كنت فاكراها كده وأنا برّه فجِبتها وخلاص يعني. دي صلصة الطماطم قُلت لكم عليها قبل كده، أنا يعني بتعجبني بصراحة حلوة. دي مناديل بابيا برضه حلوة أوي جميلة بصراحة. آآ أنا بس حبيت أقول لكم يعني باقول لكم على الحاجات الكويسة اللي يعني اللي باستخدمها وبتطلع كويسة. ده طبعًا منظف للغسالة، اللي هو بتاع غسالة الأطباق، والصابون ده زي ما أنتم عارفين اللي هو صابون الحمام ده قُلت لكم عليه إن هو برضه ريحته جميلة أوي، أوي، اللي هو في العلبة الشفافة ده. كنت جايبة بقى شوية مكرونات،
جبتها سايبة المرّة دي، أنا أوقات أجيب سايبة، أوقات أجيبها أكياس على حسب يعني، أوقات في مكرونة سايبة بتعجبني، أوقات مثلًا أكون طالعة كده في المول مثلًا اللي أنا يعني صوّرت لكم فيه قبل كده، باعدّي على العطارة الأول، فباقوم واخدة مكرونة سايبة عادي يعني، والزيت اللي هو الزيت دوّة اللي هو آلية ده كانت ب160 جنيه، اللي هي 2 لتر و100 تقريبًا، وكنت جايبة اللي هي الكريم كراميل دي إن شاء الله بإذن الله عايزين نبقى نعمل بيها وصفة حلوة كده. وإيه تاني، كنت جايبة والفاصوليا برضه يعني بتبقى حلوة في البيت في الشتا بقى الفاصوليا واللوبيا بيبقوا حلوين في الشتا كده أمّا بنطبخهم بيبقوا حلوين كده، فجبت كيلو كده برضه يبقى في البيت، كانت ب75 تقريبًا. المكرونة دي كانت ب25 الكيلو، يعني مش عارفة الأسعار عندكم زي يعني زي كده هنا والّا إيه؟ الصابون ده يعني دايمًا هو يعني السعر بيبقى 43، 44، 45 اللي هو صابون الحمام ده. عايزة بإذن الله أجيب طقم كده بقوليات حلو كده للمكرونات اللي عندي بصراحة صغيرين يعني برطمانات صغيرة كده، فعايزة أجيب اللي هو يعني يكون أكبر شوية علشان بحيث إن هو مثلًا ياخد كيلو المكرونة كامل أو كيلو ونص حتى كمان يعني، يبقى أحسن. طبعًا ما باعرفش أصوّر معاكم بصراحة في أماكن في المطبخ ما باعرفش أصوّرها معاكم عشان لسه ما اتضبطتش، باقول لكم لمّا إن شاء الله بإذن الله بقى الغاز يدخل وكده يعني هاعرف أصوّر أحسن من كده. ليه هاعرف أصوّر معاكم أحسن من كده، عشان طبعًا هتكون الأنابيب شِلتها وحطيت أرفف كده وقسمت الضُرَف من جوّه، هيبقى أفضل وهيبقى عندي مساحات أكتر وأوسع يعني. في حاجات طبعًا حطيتها في دولاب الخزين، وحاجات بتتحط كده باحطها في الضرفة اللي هي تحت دي. اللي هو بقى بتاع الغسالة ده اللي عايزة أتكلم عليه شوية بصراحة، دي اللي هي المقرمشات دي كانت الكيلو ب120. المهم بتاع الغسالة ده اللي عايزة أتكلم عليه شوية بصراحة، أنا كنت باوريكم السعر. أنا كنت باجيب فيبا وقُلت لكم عليه قبل كده، بصراحة طلع سيء جدًا، يعني أنا اللي خلّاني عرفت جِبت ملح وزيت شطف للغسالة، فلسه مستخدماهم قريب، فبان عليها إن الأطباق بتطلع أحسن والكوبايات يمكن كنت اشتكيت لكم إن الكوبايات بتطلع كده مش بتلمع، طلع إن العيب في المسحوق، فدوّة أنا جِبته برضه هاجرّبه بصراحة هو كان عليه خصم أصلًا كان ب350 أو 370 هو 60 واحدة، 60 واحدة. فبصراحة حلو برضه بُصّوا ده ملح كلينر برضه ده كويس، حطيت منه يعني الحاجة بعد كده بدأت تطلع إن هي أحسن، وفي اللي هو زيت ده اللي هو فيفا بقى، ده المسحوق بتاعها مش حلو خالص بصراحة، أنا مش هاجيب المنتج ده تاني يعني، والملح بتاعها أهوّة وكنت باجيب زيت برضه فيفا ده ملح كان فيرست كنت جِبته برضه مرّة قبل كده، لحد بقى ما لسه مستخدمة اللي هو الزيت الشطف فيرست ده بصراحة جميل جدًا، لقيته مطلّع لي الحاجة حلوة أوي يعني الأطباق اللي هي الكوبايات الإزاز يعني بصراحة طالعة بتلمع وحلوة يعني، فعشان كده ده اللي خلّاني أغيّر فيبا، مش هاجيبه تاني، ده بقى فضّيت أنا الملح ده في العلبة دي يبقى أفضل من العلبة الكرتون يعني، فكمان أنا حبيت أقول لكم عشان أنتم كمان تستفيدوا يعني، فجِبت بقى اللي هو المنظف التاني ده أو المسحوق التاني ده، بصراحة كنت تقريبًا شُفت له حاجات تانية بس مش متأكدة هو ده والّا واحد تاني شكله، بصراحة مش فاكرة، أنا لقيته كده فجِبته قُلت برضه أجرّبه، ودي مناديل بابيا بقى باقول لكم كويسة وحلوة أوي بصراحة. ده تمر بقى برضه جايباه ده كان الكيلو ب65 تقريبًا، هو سايب كده بيتباع سايب بس حلو، حبّيت هنا شوية قُلت إيه برضه ممكن حد يحب ياخد واحدة كده الصبح والّا حاجة يبقى حلو ومفيد يعني. وده كان يومي النهارده وروتيني النهارده، يا رب يعجبكم كده وتكونوا استفدتوا، ودي طبعًا علبة الكيك بتاعة دودة ما أقدرش أسيبها كده محطوطة كده، يعني بُصّوا ممكن تخلّصها في يوميها، فلازم أخبّيها طبعًا لازم أنتم كمان تعملوا كده، مش عيب إن إحنا نخبّيها أو لأ، إحنا بنفيدهم، يعني إحنا غلط لو سِبناها قدّامهم كده، الأطفال طول ما هُم شايفين الحاجات دي بيفضلوا ياكلوا فيها، فهي مثلًا ممكن بيبقى لها واحدة في اليوم بس. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده أو الروتين بتاع النهارده ويكون عجبكم، هاستنى الكومنتات واللايكات الحلوة بتاعتكم، باشكركم جدًا، جدًا وأقول لكم مع السلامة، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة إن شاء الله بإذن الله.